يلا يا بنات، مين مخزنش ورق العنب؟ ورق العنب الايام دي جميل. انا جبت كميه وبشيلها طول السنه ورخيص. يعني اللي ما جابش يجيب، يلحق يجيب، لان هينشف الايام ديت مش هيبقى حلو، هيتكسر معاكي. فتلحقوا ايه تجيبوا. انا بجيب يعني في السنه بجيب 10 كيلو، مبجيبش اكتر من كده يعني. بصوا الورق العنب حلو ازاي. حلوه ازاي. دي الكميه اللي انا بعملها، واوريكم كمان انا بخزنها ازاي وبشيلها ازاي. بصوا يا جماعه، دلوقتي انا بجيب ورق العنب، بشيل القمع بتاعه اللي هنا دوت، واخزنه فوق بعضه كده وبرصه. ده كده بعد ما بنضفه، يعني هو كده اتنضف. مثلا احنا هنخلص كل الكميه دي زي دوت، وهنرصه فوق بعضيه، عشان بعد كده احنا لما نيجي نكيس يبقى سهل معانا، ونبقى ايه نحط الكميه على قد الطبخه، يبقى بالمنظر دوت. برص كده فوق بعضيه. ودول مش برميهم، انا بشيلهم عشان بحطهم في الحله من تحت، بحطهم في كيس كده واطلع منه بالطلب الطبخه. خليكم معانا، هنخلص كل الكميه ديت زي الوضع دوت، وهنشيله على جنب. بعد كده هنكيس في الاخر. بس بصراحه تحفه ورخيص قوي الايام دي يا بنات، الحقوا هاتوه. الاول كان غالي فما بنجيبش، دلوقتي رخيص. تحفه الايام ديت، الحقي هاتي. يلا اتفرجي معايا وانت تعرفي انا بعمل فيه ايه، هيعجبك صدقيني. انا هخلص كل الكميه دي زي ديت، واوريك انا بعمل فيه ايه تاني. خليكي معايا. بصوا كده يا بنات، احنا كده خلصنا كل التنظيف، تنظيف كل الورق. احنا بنرصه كده في الطبق، طبق كبير كده، ونرص فيه كل الورق. بعد كده ايه التكييس، نحطه بقى ايه في اكياس. بس اهم حاجه التنظيف، عشان ده اللي بياخد وقت معانا. كده بترصيهم فوق بعضيهم كده كلهم، يبقى سهل معاكي فيها ايه انتوا بتحطي في الاكياس بس. خليكم معانا بقى، هوريكم احنا بقى ايه بنحطه في الاكياس ازاي. بصوا كده يا بنات، احنا كده ايه كيسناهم في الاكياس. عايز تعملهم بقى في ستريتش رول، اكياس اللي انت عندك، مشي نفسك. بصوا على قد ايه الاكل. وعملتهم بقى كلهم كده، ونشيلهم بقى فين في الفريزر او الديب فريزر عندك يعني. بس صدقيني الطريقه دي هتعجبك، اوعي تسلقيه وتشيليه بيبقى وحش. هو بس بيتشال في الاكياس كده وخلاص. واعمليه رول على قد اكلتك. انا عامله كبير وعامله صغير فعادي يعني، على حسب ما انا عايزه. بس صدقيني هيعجبك. يلا بقى الحقي قومي اشتري واعملي، هيغلى وهيختفي عشان العنب زهر. طالما العنب زهر خلاص ورق العنب بيبقى وحش. فالحقي هادي دلوقتي رخيص. يا رب يعجبكم اللي احنا عملناه النهارده. يلا بقى اشتركوا معايا في القناه وشجعونا، واعملوا لنا ايه تعليقات ولايكات. يلا بقى تشجعي كده وقومي واعملي. يلا سلام.